السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الكل بخير. حبايبي، اليوم أني صورت لكم جزء بسيط من سوق الأحد. سوق الأحد هذا سوق كبير يبيعون به أشياء جديدة وأشياء مستعملة، واللي يفتحون به يكون يا أما ناس عاديين، عوائل عادية عندهم بضاعة يعرضوها، يا أما تجار عندهم ملابس وأغراض وأشياء جديدة جايين ويعرضوها بالسوق. سوق الأحد هذا بالألماني اسمه فلو ماركت، اللي هو سوق البرغوث أو سوق البعوض، هيك شيء. فما أعرف شنو الترابط بين هذا المعنى مالته وبينه. هسه راح إن شاء الله تشوفوه. سوق كلش حلو وكل شيء بيه، وراح إن شاء الله تستمتعون ويانا. طبعا بالنسبة للتصوير راح تشوفوه هو مو بالشتاء، يعني بداية الشتاء. المهم أني البارحة كنت دا أمسح هواي شغلات من التليفون كانت عندي، ودا أسجل أشياء، فبالصدفة شفته وقلت لازم أنزلكم إياه. هذا بداية السوق. أول ما تدخلون أكو تسجيل الاسم والمعلومات يأخذون من عندكم، وبعدين ورا ما تدخلون تشوفون هاي البضاعة. هاي البضاعة اللي قدامكم حاليا هذه جديدة، يبسطون بيها أغلبهم هنود، باكستان، هيك شيء. وقسم منها تكون اللي قاعدين مثل هسه، هذولي اللي قاعدين تكون عوائل عادية، يعني ناس عادية مو تجار، يجيبون البضاعة اللي عندهم أو الأشياء الزايدة اللي عندهم. مثلا هذه حاطة ملابس ابنها كبر، والملابس مالته تريد تبيعهم، أو أشياء المدرسة مالته، الجنطة. هنا عندها أشياء قديمة دا تبيعها. وهذا السوق دائما بأشياء قديمة وجديدة، يعني كل شيء تلقون بيه. ومعلومة حبيت أقول لكم إياها، للي حاب، للي هنا بألمانيا وحاب إنه يروح يفتح، يعني ياخذ مكان أو يفتح البضاعة مالته ويبيعها. شوفوا هنا حسب المتر يدفع عليه الشخص 7 يورو، كل متر 7 يورو. الطفل غير شكل، الطفل أنا اللي أدري بيه 3 يورو يدفع على المتر، يعني البضاعة مالته. ولازم بضاعة الطفل تفرق عن بضاعة الكبير، يعني الشخص الكبير ما يقدر، ماكو غش هنا إنه مثلا الأب والأم يجيبون ملابس وأغراض مال الكبار ويخلون ابنهم قاعد وابنهم يدفع مثلا المتر 3 يورو، ماكو هيك شيء. يجي أحد معين، أشخاص معينين يفترون ويقصون بطاقات، يقصون تيكت للي موجود. فيعني نظام حلو وماكو أي تلاعب. تشوفون الكبير يدفع 7 يورو للمتر، والصغير الطفل يدفع 3 يورو للمتر. وسبق وقلت لكم كل أحد هذا السوق مفتوح، بس باستثناء ساعات يكون الجو مو حلو، يعني الجو يا أما عاصفة يا أما بمشاكل، فما راح يفتحون. وساعات تكون عطل رسمية أو أشياء معينة، فما راح يفتحون السوق. يعني هو المفروض كل أحد ينفتح، بس عمليا مو كل أحد يفتحه. وبالنسبة حاليا هذا الفيروس والأمراض، فدائما من يكون عندنا حظر التجوال ويصادف من هذه الأيام يوم أحد، فإحنا يعني هم ما راح يفتحون. يعني الصراحة هاي السنة اللي راحت 2020 يعني كانت أعوذ بالله، كانت سنة الصراحة يعني ما حلوة، ويا ربي ما تنعاد. بس يعني ما نقول كلها ما حلوة، هم صار بيها حاجتين حلوة الحمد لله على كل حال. بس أغلبية الأشياء اللي صارت بيها كانت ما حلوة. فارقنا هواي ناس عزيزين علينا، وهواي ناس تأذوا بهاي السنة، وهواي مشاكل صحية صارت. يعني شوية كانت سنة حزينة. الحمد لله راحت وخلصت، وبدينا بال21 يا رب تكون أحسن وأحلى. والصراحة ما أكذب عليكم، أنا طلعت من 2020 بمقولة نزار قباني، اللي هي لا شيء يستحق العناء، اهتم بمن يهتم بك، وارحل عمن رحل عنك، وعامل كما تعامل، وانتهى الأمر.
مثل ما تشوفون البضاعة هذه والأشياء الموجودة قدامكم كلش حلوة وهواية أشياء. أنا حاولت أصور لكم يعني مقتطفات أو نبذة من السوق، لأنه الصراحة كلش كبير السوق وما قدرت أصوره كله. صراحة أنصح كل شخص قريب عليه يكون المكان اللي يفتتحون به هذا السوق الأحد يروح ويستمتع ويشوف الأشياء اللي ناقصته ومحتاجها، لأن أكو أشياء سبق وقلت لكم جديدة وأكو قديمة والأسعار مناسبة. فيعني أنصحكم إذا قريب يومكم تروحون عليه وتقضون وقت حلو. للأسف أنا مو كل مرة يفتتحون بالسوق أقدر أروح، لأنه اللي عنده شغل أو ملتزم بدوام أو يعني عنده مدارس للأولاد يكون على طول الأسبوع هو يعني تعبان، يقعد من 6 الصبح ما أعرف أي ساعة يرجع بالليل. المهم يكون يوم السبت والأحد المنفذ الوحيد لراحتنا. فالسبت بنقول عليه يوم كامل مريح، لأنه راح تطلعون تشترون أكل وشرب وأشياء وتخلص التزاماته كم بيوم السبت، يعني يكون بس يوم الأحد راحة. لذلك أنا ما أقدر كل أحد أو كل مرة يفتتحون السوق أروح للأسف. وما أعرف ليش الجو هو كان شوية شوية تحسن وطلعت شوية الشمس، بس بعدين رجع صار يعني غيوم ومطرت الدنيا شوي شوي. طبعا سبق وذكرت لكم انه هذا الفيديو كنت اني مصورته مرة من المرات، رحت للسوق وصورت لكم اياه. هذا كان تقريبا بالصيف او اخر الصيف. بدأ المطر ينزل شوية شوية وبعدين فجأة سبحان الله كأنه بالريموت نزل المطر مرة واحدة، بس بهالأثناء الناس غطت أشيائها وقسم منهم شالوها الأغراض مالهم بالسيارات حتى يحمون أشيائهم من المطر. ولو تنتبهون شوية على الجو راح تشوفون أكو قسم غيم وأكو قسم يعني حلو الجو، كان شمس وضوء. بس سبحان الله كان نصيبنا أو نصيب السوق هذه الغيمة السوداء اللي كانت فوق، اللي سبحان الله نزلت مثل الشلال على الناس. بقينا منتظرين بالسيارة، طبعا عسى ولعل متأملين انه يتوقف المطر وننزل نكمل يعني التسوق او ننزل نكمل التصوير، بس للأسف ما بطلت الدنيا وظلت تمطر. بهالأثناء ظلينا قاعدين، طبعا القعدة طولت بما أنه كنا متوقعين راح توقف المطر، راح يوقف ما وقف، فقررنا خلاص أنه نرجع للبيت. ورجعنا ورجعوا هواي ناس كانوا يعني هم ينتظرون بسياراتهم. المهم الحمد لله على كل حال حاولت أنه أشوفكم شنو هو سوق الأحد الموجود بألمانيا، أو كثير ناس سامعين عنه فلو مارت بس ما شايفيه، والحمد لله حاولت أنه أنقل لكم الصورة. إن شاء الله استمتعتوا بالفيديو وكان فيديو خفيف على قلبكم. وحبيت أقول لكم شغلة قبل ما أروح. طبعا الغيمة مثل ما سبق وقلت لكم كانت بس على السوق، لأنه بس تحركنا ومشينا ورا مسافة هيجي قليلة كان الجو كلش حلو وصافي وما بي غيوم. راح تشوفوها هسه قدامكم. وقبل ما أروح أحب أقول لكم تفائلوا، في الهموم مثل الغيوم ما تراكمت إلا لتمطر. في أمان الله.